حملات إعلامية شرسة، إشاعات، مغالطات وأخبار كاذبة. ما تزال مواقف الجزائر الثابتة تحرك حقد المتربصين بها، فباتوا يحيكون الدسائس في الخفاء تلف لفيفها أقلام مأجورة تعاهدت لنفسها بخدمة أجندات أجنبية تحت غطاء حرية التعبير لإشعال فتيل الفتنة داخل الوطن، تفتيت وحدة صفه وتشويه سمعته بين الدول. عشرات ولا مئات ومئات من الصحفيين من أقلام مأجورة اللي تحاول تشوه خاصة سمعة الجزائر و يعني تقوم بمقالات وبصور تشوه الجزائر. هذا نظن حرب إعلامية شرسة على الجزائر مش جديدة. بوكليي تاعنا باش نواجهوا هذا الحرب الإعلامية، باسكو لازم نقولوها لو مو جوست، رانا في حرب إعلامية. باش نواجهوا هذه الحرب الإعلامية لو بوكليي تاعنا سي دابور لا فورماسيون دي جورناليست الجيريان، الصحافة الجزائرية بكل أنواعها وأطيافها. الجزائر العصية على الإملاءات تدرك يقيناً أن هذه اللوبيات لن تتوقف عن حملاتها المغرضة والناعقة وتنفيذ الغايات التخريبية بين أبنائها، وعليه تبنت الدولة استراتيجيات حكيمة لجعل قطاع الإعلام جداراً متيناً قادراً على صد كل الهجمات الإعلامية الاستفزازية. اليوم أن استهداف الجزائر من طرف الإعلام المخزن هو جزء من حرب هجينة مدعومة من أطراف متعددة أبرزها نظام المخزن، وتأتي في سياق استراتيجيات ممنهجة تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها. واليوم الحملة ضد الجزائر ليست معزولة، بل تشارك فيها أطراف دولية أخرى منها المخابرات الفرنسية. الجزائر اليوم تمتلك مقومات الصمود في وجه كل المحاولات التي تستهدف أمنها ووحدتها. كما نعتبر أن للإعلام الوطني الجزائري دور مهم في الدفاع عن مصالح الجزائر. صورة الجزائر واضحة، صوتها الحق ومواقفها كذلك. دبلوماسيتها تلعب على المكشوف، لا تقبل المساومة ولن ترضخ لأقلام تفتقر للمصداقية. شغلها الشاغل الجزائر، خاصة وأن مواقف الجزائر الثابتة تتناغم مع كافة المواثيق الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن في العالم.